مساء الخير البنات، مساء النور، مساء السرور. اليوم جيت نتقاسم معكم هذه الوصفات تاع هاد لي ميني كيك. يجو هايلين، نحو عليك حيره في الكوتي تاع الدراري، ولا في القهوه، ولا يكون جايك ضياف. اقتصاديه وسهله وما تكلفش كامل، وديريها تمتم. دوك خياتي نجوزو للوصفة ونشوفوها مع بعض واش فيها مكونات. المكونات سهلين وبسيطين جدا. المهم يكونوا مكونات بحرارة الغرفة، سواء الحليب الا كان بارد دفيه الا كنتي ما خرجتيش من قبل. البيض كذلك الحال يكون حرارة الغرفة. اي شيء، الزيت كامل يكونوا بحرارة الغرفة. ما تكونيش ديتهم في الثلاجة تجبديهم، سينو الكيك تاعك ما يطلعش. وحنديرهم في هاد لي مول صغار بعد ما دهنتهم بالزيت والفارينة. انا تاعي الحجم تاعهم ما كبار ما صغار، شوية شوية. المكونات تاع الوصفه هذه: عندي 4 حبات بيض درتهم داخل بول، فوالا. وعندي كاس حليب، كاس سكر، وكاس زيت، ولا فاني باش نحو ريحه تاع البيض هذيك اللي ماشي مليحه، والفارينه، وزوج خميره نواره، خميره الحلوى، والكاكاو. خيري كاكاو يكون جيد، غربليه كلشي مغربل، الفارينه غربليها والكاكاو غربليه باش ما يعذبكش في الخدمه تاعو تكوني تخلطي به. دوك هنايا نفرغ السكر ولافاني في البول فوق البيض عفوا، ونطلعوا الباتر. اذا ما كانش عندك الباتر ماشي مشكل الاخت، طلعيه برك بالفوي. بكري ما كانش عندنا باتوره، نطلعوا دي فوا بالفرشيطه. يعني تفكري ايام زمان جداتنا وكانوا ما كانوش عندهم الوسائل كيما عندنا دوك حنايا. طلعته هكا بباتور حتى يرجع هذا اللون تاعو الابيض، باش نبدا نضيف له في الزيت تدريجيا باش يتمازج هذاك الزيت مع الخليط هذا باش ما يتفاصلش. فوالا كما كنت تشوفوا تلاحظوا هنايا كنت نخلط بشويه دفوعات برك، ومن بعد نضيف الحليب ونخلط نطلع هكا حتى بتجينا هايله مفشفشه هايله. هذا اللي كتطلعي مليح البيض مع السكر يجيك كيك هايل، ولا مسكوتشو ولا اي شيء. هذه الوصفات خياتي دائما يسلكوك في الكوتي ولا في قهوه، ولا اقتصاديين وملاح وبنان، ويجوا بزاف بنان، والاطفال كاع يحبوهم. خاصه كي تخلطي الكاكاو يبان كيما شوكولا، وكيكون كاكاو نوعيته مليحه تشمي ريحه شوكولا فيه. هكذا نخلط هنايا مليح، ومن بعد نضيف الحليب، عفوا الحليب، ونخلط باش نبدا نضيف الفارينه. نتمنى خياتي ما تنسونيش بالاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركتش، ونرحب بكل المشتركات الجدد والقدام ثاني، يعطيهم الخير والصحه. وما تنسونيش بالتعليقات تاعكم والضغط الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد نحطه. ولي لايك خياتي، راكم بزاف باخلين فيه. كثروا لي لايك خياتي باش تشجعوني ونحط لكم فيديوهات اكثر فاكثر. واللي حبت حاجه تقولها لي في كومونتير، الا كنت قادره نديرها على عيني وراسي. راكم عائلتي الكبيره، عندي عائلتي الصغيره وانتم عائلتي الكبيره. فوالا دوك هنا كي خلطته مليح نحي الفوي من يدي، نجيب فوي يدويه، ونبدا نضيف في الفارينه تدريجيا حتى نحصل على خليط كيما حبته التكستير تاعو، القوام تاعو كيما حبيت القوام تاعو. نبقى نخلط هكا بالفوي برك تيتخلط مليح مليح. دوك هنايا نضيف الخماره، ما تنساوهاش قبل ما تنحوا باش تزيدوا الكاكاو ديروا في الخماره. ما تنساوش هذه المرحله، انا مره نسيت عشيت حاصله. حطوها قدام عينيكم باش ما تنساوهاش. درت هنا 2 أكياس تاع خميره. هي في القاعده نورمالمون كل 2 حبات بيض ديرهم كيس تاع خميره، ونخلطهم مليح. ومن بعد نحي جزء باش نزيد له الكاكاو. خلطي غير بالعقل حتى تولي لك كامل ليس هذيك العجينه، ما تبقاش فيها حبوبات تاع الفارينه. هنا نزيد شويه فارينه باسكو خاصتني هنايا بصح تخليها شويه ليكيد كي تنحي باش تزيدي الكاكاو، لانه الكاكاو كما نعرفوا حييبس. بصح ما تخافيش اذا جاتك الكيك تاعك شويه يابس، زيدي له غير شويه حليب وعاودي خلطي ويولي لك لاباس عليه، ما تخافيش منه. فوالا هنا كيفاش خلطوها، وهذا هو القوام تاعو اللي تحصلت عليه. والجزء اللي نحيته نزيد له كاكاو ونخلط. عندي كاكاو نوعي تاعو هايله، هذا الكاكاو في التحليات ولا في اي ولا في هكذا بزاف عنده بنه مليح، ماشي داك المر هذاك الكحل. عجبني بزاف هذا. تكون خلطها مليحه مليح. وكما قلت لكم اذا كان جاكم شويه يابس ما تخافوش، 2 مغارف حليب بالعقل زيدي برك بشويه، وحركي حركي مليح. ومن بعد يرجع لك القوام تاعو كما كي حباتو. هنايا دوك نبدا ندير في واسمو فرغته في هذه باش يجيني سهله الخدمه.
باش ما تعذبنيش وما توسخليش الدنيا. هي ما فندير في اكياس اسمه بوش ادوي، هذوك جو طابل بصح ما عنديش، سي بور سا درتو هكا. هنا حكيت بالغراف راني ندير فيها، ما تعمريهش كامل باش ما تفيضلكش من المول، ديريه غير 3/4 ومن بعد زيدي شويه تاع الكيك او شوكولا هذاك باش يجيك مغبغي ويجي هايل، يجي ما شاء الله. دوك تشوفوا خياتي هنا كيفاش درت معاكم. وهنا في هذا الوقت راني حاطه شعلت الفور تاعي يسخن على 180 درجه من التحت، باش كي تدخليه يكون الفور تاعك سخون، ما ديريش الكيك تاعك يكون بارد. فوالا شوف يساعد هذه الطريقه باش تفرغي ما توسخيش الدنيا. عندك موس ولا كوردون ولا نيمبورت، حركي هكا باش تجيك مغبغي برك، الشكل تاعو يجي جميل. دوك نزيد ندير معكم البنات واحده اخرى، نتقاسموا مع بعضنا وصفات ونشوفوا نستفادوا من بعضنا. هذو من الوصفات رائعين كما قلت لكم للغوتي، والاطفال يحبوهم واقتصاديين. راك تعرفوا هذا الزمان وقت الغلاء، حرنا واش نطيبوه، تحيري واش ديري، كل شيء وين تحطي يدك النار شاعله. الله المستعان، ان شاء الله ربي يلطف بينا برك. فوالا هنايا نزلت لكم هكذا، درت هكا ومن بعد نزيد نخلط بالكوردون باش تجي مغبغي. ان شاء الله الفيديوهات القادمه نشارك معكم بزاف وصفات تاع الكيك ومسكوتشوج وبزاف بنان وهايلين، وصفات اقتصاديه. فوالا دوك نعمرهم كامل هاد ليمول ونعاود نرجع معكم تشوفوهم. ها فوالا هنا عمرتهم كامل، دوك نديرهم في الفور يطيبوا ان شاء الله، ونشوفوهم كيفاش كيف يتنفخوا شحال يولوا شابين. فوالا هنا باش نتاكد اسكو طاب ولا لا، تشدي موس ناشف ولا كوردون ناشف ديريه لداخل، اذا خرج لك ناشف معناتها طابت، واذا مازالت مشمخه زيدي عاودي رديها طيب لك. انا هنا عاودت رجعتها شعلت لها من فوق شويه باش تحمر، تاخذ ديك التحميره الجميله. شوفوا ما شاء الله كيفاش خرجوا هنايا مسخونين باش نديمو ليهم. دوك هنا لاحظت لك الاخت حكمي موس جوزي في الطرف كامل وفي الوسط، في ديك التقيبه في الوسط كامل باش تنحرك بسهوله. دوك نشوفوهم خياتي كيفاش خرجوا كيديموا ليتهم ما شاء الله. شوفوا الله يبارك، في النظره برك تعطيك لونفي باش تاكليها، تفتحي الشهيه غير من المنظر، العين تاكل قبل الفم. لازم دائما نتعلموا اننا نديروا وصفات في المنزل احسن ما نشرو الكوتي لاطفالنا الكاطو من برا، ما على بالناش اصلا واش فيه، لا نظيف ولا ماشي نظيف، المواد الحافظه اللي تدمر لهم خلايا المخ. الانسان قد ما دار حلويات في المنزل احسن، يعني نيفيتيو الحلو بزاف طبعا، ولكن مره الانسان يدير حاجات في الدار، صنع منزلي ما كاش كيما هو. بكري ما كانوش كاع يشون من برا، دايما كلشي يندار في الدار. نعاود نرجعوا كيما زمان، على الاقل تولي عندنا الصحه. هاكو تشوفوا خياتك فجاه ما شاء الله مفشفش هنا وجا بنين، وليدي قال يوم هايل كلا منه قبل ما يبرد. ما تنسونيش خياتي من لايكات تاعكم والاشتراك في القناه، فضلا ونساء امرا. اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتضغط على زر الجرس باش يوصل كل فيديو جديد نحطه في القناه. هكذا تشجعوني وتدعموني خياتي باش نحط المزيد والمزيد. وبقوا على خير، نتلاقاو فيديو قادم ولا فلوق قادم بحول الله.